السيارة انطلقت بسرعة جنونية من قدام بوابة المنتجع، وصوت صرخة نورين انخنق بين صرير الإطارات وصدى البحر. وسيف كان واقف مذهول ثواني، بس قبل لا يستوعب كان يركض وهو يصرخ: وقفوا وقفوا يا كلاب! لكن السيارة لفت واختفت كأن الأرض بلعتها، فطلع تليفونه فوراً واتصل على مالك وصوته مقطوع من السرعة. مالك! نورين انخرطفت قدامي. الموضوع مو صدفة، كانوا ناطرينها. مالك كان بنص اجتماع قاعد بهيبته المعتادة. أول ما سمع الجملة سكت المكان كله. قام بدون ما يعتذر وقال بصوت منخفض يخوف أكثر من الصراخ: لا تتحرك من مكانك، أنا جاي. وسكر الخط وطلع بخطوات سريعة. الموظفين يطالعونه باستغراب لأنه مالك الجبالي عمره ما يركض، بس اليوم كان يمشي وكأن الدنيا تضيق عليه. قبل الخطف بنص ساعة بس نورين كانت واقفة بالموقع، تمشي بين الأعمدة الخرسانية، تراقب المساحات وتقول لسيف: المكان هذا ينفع يتقلب بالكامل، أبيه يصير تحفة، مو مجرد منتجع عادي. سيف ضحك وقال: هدي شوي، هذا مشروع ضخم، مو غرفة معيشة. ردت عليه بثقة: أنا مو أي مهندسة ديكور، وإذا تبي تتأكد شوف شغلي برا الكويت. وقبل لا يكملون كلامهم جت سميرة تمشي بسرعة وتقول: مدام نورين، مالك بيها برا عند البوابة ويناديج، شكله معصب. نورين تضايقت وقالت: توه مكلمني ما قال شي. ردت سميرة بسرعة: قال مستعجل. فتنهدت نورين وقالت لسيف: دقيقة وارجع، لا تتحرك. وطلعت بدون ما تدري إنه العيون عليها من أول ما وصلت. أول ما عدت البوابة انفتحت باب سيارة فجأة، يد انشدت كتفها بقوة، حاولت تصرخ وتقاوم. واحد منهم قال ببرود: لا تتعبين نفسك. ردت عليهم وهي تضرب بيدها: لو مالك يدري عنكم بس راح يدفنكم وانتوا أحياء. فضحك الثاني وقال: مالك مو موضوعنا الحين. نرجع للحظة الحالية. مالك يوصل للموقع، ينزل من سيارته وسيف يقابله بوجه متوتر، يقول له: سيارة سودة، لوحاتها متغطية، واضح شغل مرتب. مالك يقرب منه ويسأله بهدوء ثقيل: وين الاتجاه؟ يشير سيف للطريق الساحلي، فيركب مالك سيارته وهو يقول: اللعبة هذه غلطوا فيها، نورين مو شخص عادي عندي. داخل السيارة المخطوفة نورين كانت تحاول تفك قيودها وتقول للشخص اللي جنبها: إذا مفكرين إني ورقة ضغط فأنتوا أغبى مما توقعت. الرجل الأمامي رد عليها بدون ما يلتفت: أنتي أهم مما تتخيلين، وفي ناس مستعدة تدفع كتير عشان وجوج. السيارة تختفي بين الطرق الجانبية، ومالك يضغط البنزين للآخر وعينه ثابتة قدام، يتمتم: أقسم بالله يا نورين إذا صار فيه شي ما أخلي حجر على حجر. كمال كان قاعد قدامها في صالة الفيلا، حاط رجل على رجل وكأنه قاعد يعرض صفقة مو جريمة، وقال بهدوء مستفز: اهدي يا نورين هانم واسمعيني للآخر قبل لا تحكمين. رفعت عيونها فيه وقالت بحدة: انتي كمال شنو تبي مني؟ خطفتني عشان تسوي مقابلة صحفية؟ ابتسم بخبث ورد: لا، أنا جاي أحمج من الشخص اللي مفروض يحميك. ضحكت بس ضحكة مكسورة وقالت: لا تلف وتدور، قول اللي عندك بسرعة. مد يده وحط تلفونه قدامها وقال: شوفي بنفسج، اشتغل تسجيل صوتي. صوت مالك واضح وهو يتكلم ببرود عن زواجهم، كأنه ترتيب ضروري عشان يحل أزمة عائلية، وصور مرفقة تثبت اتفاقات ما كانت تعرف عنها شيء. نوريا سحبت التليفون بيد ترتجف وقالت: لا، مستحيل، مالك ما يسويها. كمال قرب منها وقال بنبرة واثقة: لو كنت ساكت يومين زيادة كان راح يرميج برا اللعبة بدون حتى ما يرفله جفن. كانت الصدمة أكبر من قدرتها على الصراخ، بس دموعها نزلت غصب وتمتمت: أبي أطلع من هني.
كمال أشار للحارس وقال: سيارة الصلج أي مكان تبينه، أنا سويت اللي علي. نزلت من الفيلا تمشي بدون اتجاه واضح، كل لحظة بينها وبين مالك تمر قدام عيونها بسرعة. زواجهم الغريب، وقفته جنبها بالحفلة، طريقته لما كان يتصرف كأنه مسؤول عنها قدام الكل، وكل مشهد كان ينكسر فوق التسجيل اللي سمعته. وقفت فجأة بنص الطريق وصرخت: ليش يا مالك؟ ليش لعبت علي؟ أنا صدقتك. بعدها بساعة تقريباً كانت واقفة عند كشك صغير على الطريق الساحلي، طلبت تستخدم التليفون. أول ما رد أسر قالت بسرعة: تعال الإسكندرية حالاً، هاتي جوازي وكل أوراقي، الشنطة اللي جاية فيها من أمريكا جيبها مثل ما هي، ولا تسألني شي. حاول يفهم بس سكرت الخط. أسر وصل، ولما شافها منهارة ضمها وقال: شنو اللي صاير؟ ردت بصوت مبحوح: حبيته. وطلع ما يسوى دمعة. أخذها فندق قريب، بدلت ملابسها ورتبت نفسها كأنها تحاول تمسح آخر يومين من حياتها. وبعدين طلبت منه يحجز لها أقرب رحلة على ألمانيا. في المطار وقفت قدامه وقالت: خل بالك على الشغل وعلى عمي فكري. استغرب وقال: أول مرة تدافعين عنه. ردت بمرارة: اكتشفت إنه الخيانة درجات. حاول يقعد معاها للرحلة بس أصرت يمشي، وقالت: لا تخاف، اللي بيني وبينه انتهى. بنفس الوقت مالك كان يفتر الأرض يدور عليها. كنان حاول يهديه وقال: مالك ركز عشان نعرف نوصل لها. دخل وسيم بسرعة وقال: عندي خبر، أسر المنشاوي موجود بالإسكندرية من ساعات. عيون مالك اشتعلت وقال: ودني له. دخل فيلا أسر بدون مقدمات، وأسر كان قاعد ينتظره كأنه عارف إنه جاي. قال ببرود: أهلاً بزوج أختي. مالك ما لف ولا دار: وين نورين؟ أسر رد: من أول يوم كانت عندك وأنا عارف، وسكت لأني حسبتك رجال، بس اليوم لا، اليوم خذلتها. مالك قرب منه وقال: قول مكانها. أسر تنهد وقال: بالمطار، إذا تلحقها يمكن تشرح لها الحقيقة. طلع مالك مسرع بسيارته، وقبل ما يوصل جاله اتصال من المستشفى: مالك بيه، سلمى حالتها حرجة ولازم تدخل عمليات حالاً. سكت ثواني وهو بين خيارين، وبعدين لف السيارة باتجاه المستشفى وهو يقول لنفسه: استنييني يا نورين، لا تسافرين. لكن الطيارة أقلعت. بعد سنتين في صالة ملاكمة في ألمانيا، نورين كانت تضرب كيس اللكم بقوة كأنها تحاول تطلع اسم مالك من قلبها. المدرب يصارخ: كفاية لليوم. نزلت من الحلبة وعرقها مختلط بغضبها. الناس تصفق باسمها، لكنها ما كانت تسمع غير صوته في راسها، وكل لكمة كانت تقول فيها بصمت: علمتني القسوة، بس علمتني أكون أقوى. في غرفة تبديل الملابس كانت نورين قاعدة قدام المراية تمسح عرقها بفوطة صغيرة، وملامحها هادية زيادة عن اللزوم، كأن التعب اللي على وجهها مو من التمرين لكن من شيء أقدم وأثقل. رن تليفونها، ردت بدون حماس: ألو. صوت أسر جاها سريع: حفلة تكريم أفضل شركات هندسة بعد يومين، ناوية تتهربين من مصر كمان؟ سكتت ثانية وقالت: طيران بعد 4 ساعات، أكون هناك. تردد لحظة وبعدين قال: في خبر، مالك الجبالي خطوبته بكرة. ابتسمت ابتسامة باهتة وقالت: حلو، لازم أبارك له بنفسي، بالنهاية كان زوجي. خلال السنتين اللي فاتوا نورين ما تغير شكلها كتير، نفس العيون، نفس الملامح، لكن الضحكة اختفت. صارت سيدة أعمال تقيلة، اسمها يهز سوق الديكور بأوروبا بعد ما انكشف إنها ملكة الديكور المجهولة. شركات المنشاوي صارت تنافس الجبالي بقوة.
أما قلبها فصار محطوط بقفل محكم. سافرت بدون ما تواجه مالك، رفعت قضية خلع وكسبتها، وقطعت كل شيء يربطها فيه، ورفضت حتى تسمع أي تفسير. في مكتب مالك كان قاعد يمسك كاميرتها القديمة، يقلب صورها ويقول بينه وبين نفسه: كان المفروض أسبق الأحداث، كان المفروض أقول الحقيقة قبل لا تسمعها من غيري. دخل ماهر وقال له بصراحة: أنت للحين تحبها، ليش تجهز لخطوبة وأنت مو مقتنع؟ رد مالك بعناد: اللي تمشي بكيفها ما أركض وراها. ماهر قرب منه وقال: وسيف يومها قالك إنها انخطفت، ليش ما دورت عدل؟ قبل لا يرد أضاف: على فكرة نورين واصلة اليوم. بعد ساعتين نورين طلعت من المطار، شالت نظارتها الشمسية وطالعت المكان، وقالت بهدوء: نفس الهوا، بس أنا مو نفس الإنسان. خلصت اجتماعها بالشركة بسرعة، وبالليل كانت تلبس فستان أنيق بسيط، ميك أب هادي، عطر ثقيل، كأنها داخلة معركة مو حفلة خطوبة. بقصر الجبالي الموسيقى شغالة والناس تبارك. مالك واقف رسمي يعدل كرفته، يحاول يقنع نفسه إن هذه بداية جديدة. فجأة انفتح الباب ودخلت نورين بخطوات ثابتة. الهمس انتشر بالمكان. مسكت المايك وقالت بابتسامة رسمية: مساء الخير، حبيت أبارك للعريس شخصية. العيون كلها عليها، ومالك واقف مصدوم. قربت منه وقالت بصوت منخفض ما يسمعه إلا هو: مبروك يا مالك. سألها مباشرة: ليش مشيتي؟ ردت وعينها ما تهرب: لأني سمعت شي كان كافي يخليني أختار نفسي. الخطيبة طالعتهم بتوتر. نورين التفتت لها وقالت بهدوء حاد: أتمنى تكونين أقوى مني. وهنا تقدمت سلمى، وقفت قبال نورين وانصدمت: أنتي شلون تشبهيني لهالدرجة؟ نورين طالعتها بثبات وقالت: يمكن الشبه مو أهم شي، الأهم مين فينا كان البديل. الصمت لف القاعة، ومالك قال بصوت واضح قدام الكل: وقفوا كل شي. لف على الحضور وكمل: ما في خطوبة اليوم. همهمات ارتفعت، الخطيبة انسحبت بغضب، وسلمى تطالع المشهد بذهول. مالك قرب من نورين خطوة وقال: التسجيل اللي سمعتيه كان مبتور، كمال لعب علينا الاتنين. كنت أجهز أعلن زواجنا رسمي قدام الكل. نورين ردت ببرود: متأخر. تدخل ماهر من بعيد وقال: كمال انمسك قبل ساعة واعترف بكل شيء. هنا اهتزت نظرتها لأول مرة. قالت بهمس: يعني؟ رد مالك: يعني لو كنتي استنيتي شوي بس. سكتوا ثواني ثقيلة، وبعدين قالت: وإنت لو كنت وثقت فيني أكثر ما كنت صدقت إني أقدر أسيبك بسهولة. الناس بدأت تطلع من القاعة، والمكان يفضى تدريجياً. سلمى قربت منهم وقالت بابتسامة خفيفة: واضح إن القصة ما خلصت. نورين طالعت مالك وقالت: أنا مو نفس البنت اللي سافرت. رد عليها: وأنا مو نفس الرجل اللي خلاك تمشين. وقفت بينهم مسافة صغيرة، مسافة 2 سنين، ألم، عناد، وحب ما مات. مالك مد يده وقال بهدوء: هالمرة ما راح أخليك تمشين بدون ما نحارب سوا. نورين طالعت يده ثواني والكل ينتظر، وبعدين قالت: الحرب هذه إذا بدت ما فيها هروب.